السلام عليكم الاخوان، نتمنى لكم كامل تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. كيف العاده مرحبا بكم في القناه ديالكم المتواضعه كمال فلوق، ومرحبا بالجميع. اليوم جبت لكم فيديو جديد الاخوان، ولكن قبل ما نبداو ان شاء الله ما عليكم الا تابعوني في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم ديما الجديد الاخوان. وما تنساش تدوزوا عندي الانستغرام، اي استفسار او اي سؤال حنا مرحبا بكم الاخوان. ودوزوا عندنا باج فيسبوك والتيك توك، تابوناو تما معنا ومرحبا بالجميع. قبل ما نبداو الاخوان، كما كيوصلوني رسائل على الانستغرام، كاينين الاخوان شي ناس باش نقول لكم الله يحسن العوان وصافي، فهمتونا الاخوان، عندهم ما عرفتش عندهم شي دماغ ولا عندهم شي حاجه، شي اسئله كيطرحوهم في شكل عوض باش تدخل في الموضوع تقول السلام عليكم وتدخل في الموضوع السؤال ديالك تقول لي مباشره. كتبدا عليا السلام عليكم كي داير لاباس بخير اخويا، عطيني السؤال باش نعطيك الخلاصه، باش نعطيك المفيد، باش ما تضيعش لي وقت وما نضيعش لك حتى وقت، فهمتي؟ كاين شي ناس كيدخلوا عندك لا اله الا الله وصافي. بحال واحد خونا دخل عندنا في الانستغرام قال لك سيدي الاقامه راه كتعطى في تركيا، كتعطى الناس جداد، كتعطاهم 6 شهور الى اخره. واش الا كانت عندي الاقامه واش بامكاني نمشي لشي دول اخرى، نمشي لهم نسافر لهم؟ هذا الموضوع هذا الاخوان راه دوينا عليه مرارا وتكرارا في الفيديوهات الاخوان السابقه. بنادم ما كيتفرجش الفيديو كامل، ما كيكملوش، اش كياخذ؟ كيدخل غير واحد دقيقه المكانه ولا دقيقه ونص ولا 30 ثانيه، كيخرج في حالته وكيجي عندي الانستغرام كيبقى يبرزطنا بالاسئله، اسئله بليده. بحال واحد السؤال سؤال بليد، واش الا مشيت لاجونس واش غنقول لهم يقطعوا لي الي روتور؟ واش الروتور ضروري؟ هادشي حنا راه ضروري، حنا راه الا مشيتي اي دوله راه ضروري من الالي والروتور، فهمتيني؟ وقال لك واش ممكن لي نحدد التاريخ ديال الروتور ولا لا؟ شي اسئله بليده، فهمتونا الاخوان؟ هادشي راه دوينا عليه في الفيديوهات، ما كاينلاش نبقى نكرروا الاسئله، نبقى نعاودوا نفس الفيديو ما فهمتي حتى حاجه، واللي دخل وكمل الفيديو حتى الاخر باش تفهم كل شيء. راه هاد الناس اللي كيجيو عندهم كيطرحوا هاد الاسئله هادو كيجيو كيطلعوا الفيديو كيهربوا، فهمتوني؟ في الاخر كيبدا يصدعوه. اللي بغيتي تاخذ معلومه بدا من الاول ديال الفيديو حتى الاخر ديال الفيديو باش دي معاك المعلومه، حيت راه ما يمكنش يجي شي لواحد الدرس مثلا غتدخل عندك الحصه مثلا غتدخل لواحد دقيقه ولا 2 دقائق واش خرج غتقول لي فهمت انا الدرس كامل، ما يمكنش، فهمتي؟ اش بغيت نوصل لكم الاخوان؟ الله يجازيكم بخير. قبل ما تطرحوا الاسئله دخلوا في الموضوع ديريكت الاخوان، بلا ما تبقى تجبدوا بزاف في الهضره، عطيونا المفيد باش حنا كذلك نعطيكم المفيد باش ندخلوا للموضوع. هذا الفيديو هذا خاص بوجهات جديده اللي خرجوا، لان 5 دول حاليا طرحوا للمغاربه بدون فيزا، اللي حنا دابا غنتعرفوا عليهم الاخوان ونتعرفوا ان شاء الله على اهم الشروط. ولكن قبل ما ندخلوا غنقولوا واحد القضيه، واحد الناس كيسولوا على ايزون انيميغريشن. شنو هي واحد المنطقه، فهمتونا الاخوان؟ كتكون مثلا الا بغيتي تمشي لواحد الدوله مثلا المانيا او سويسرا او كذا الى اخره، كتدخل واحد الدوله في المطار ديالها كاين واحد المنطقه ديال الهجره كتسمى زون انيميغريشن. هذيك الزون هذيك الاخوان، فهمتوني؟ الا ما كانوش عندك الشروط كاملين الاخوان، فهمتوني؟ واخا تكون عندك الفيزا كيردوك ديبور، فهمتوني؟ لذا الانسان لازم عليه يحظي من هذه النقطه هذه اللي هي الشروط ديال السفر يكونوا مقادين على حقهم وطريقهم، فهمتوني الاخوان؟ صينو الا ما كانوش عندك هاد الشروط هادو ديال السفر كيرجعوك الاخوان، فهمتوني؟ كيرجعوك ديبور، فهمتوني الدراري؟ كيرجعوك ديبور. هي لازمك تفهم المحتوى ديال الفيديو شنو كيقول، شنو هما الشروط، شنو هو اللوازم، باش ما نطيحش في مشاكل، باش ما نطيحش يرجعوني في المطار ومشيو لي فلوسي. شحال من واحد مشاو لي فلوسو شدوه تمايا قالوا لي حكا انت ما كاملش عندك انت الشروط، هو عنده الفيزا وعنده كل شيء، وفي الاخر كيرجعوا على والو، فهمتوني؟ حذيو من هذه القضيه هذه، من هذه القضيه هذه اللي هي مهمه جدا الاخوان. شروط السفر خاصك ديرهم من ا ل ز. وحالا دابا غنتعرفوا الاخوان على الشروط اللي مهمين للسفر باش تمشي لهاد الدول هادو اللي ولاو جداد سنه 2025. اول شرط اللي هو الاخوان هو جواز السفر، باسبور الاخوان يكون من 6 شهور الفوق. اذا كان فيه شهرين او 3 شهور كنعاود نكررها، اذا كان فيها شهرين او 3 شهور دفعوا وعاود خذ واحد جديد.
لان ممكن تمشي به وفي الاخر غيوقفوك في المطار ويرجعوك اخويا. الشرط الثاني الاخوان اللي هو تذكره ذهاب وعوده، يعني الي روتور، يعني ما تقولش لي لا غنقطع غير الي روتور، لا. امتى ما كتقطعش الروتور؟ ملي كتكون عندك مثلا الاقامه ديال شي بلاد، يعني بحال الناس اللي كاينين في اوروبا كيجيو المغرب، يعني كيقطع الي روتور وقت ما بغا يقطعوا، يعني داخل خارج، او يعني الناس ديال الدراسه يعني كيمشيو تما كيقراو، يعني عندهم الي كيقطعوه، ولكن الروتور ما عرفتش امتى غيرجعوا، يعني على حسب الدراسه. او مثلا يعني بغيتي تمشي الدواء مثلا في شي بلاد كتقطع الالي الروتور، ديك الساعات حتى كتجي عاد كتقطع الروتور في ديك البلاد. فهمتونا الاخوان؟ يعني هادو معفى عليهم بالروتور الا الناس ديال السياحه، فهمتوني؟ لذا حنا كنقدموا هاد الشروط للناس اللي باغيين يديروا السياحه الاخوان. شي حاجه اخرى ما كايناش. المهم الاخوان البي الي روتور تقطع ضروري الاخوان، او نيكست ستيشن، يعني او المحطه التاليه اللي هي مثلا اللي كتمشي مثلا من المغرب مثلا لاندونيسيا، كتمشي لاندونيسيا يعني الي وكتقطع نيكست ستيشن في هذيك البلاد. بغيتي تخرج من ديك البلاد سواء كتبغي تجي على المغرب ترجع للمغرب، او كتمشي بلاد اخرى تزورها كدير نيكست ستيشن، يعني تذكره الخروج يعني من هذيك البلاد. فهمتونا؟ هي بي ديال نيكست ستيشن. فهمتونا الاخوان؟ حاجه اخرى اللي هي حجز الفندق، يعني حجز الفندق اللي هو مهم الاخوان، اللي كيتراوح يعني ماشي بالضروره هذيك الاقامه اللي غتبقى تما يكفي 3 ايام او 4 ايام تقطع، يعني دير فيها يعني حجز الفندق، يعني على داك الشيء اللي باغي نتايا، يومين 3 ايام 4 ايام 5 ايام، يعني اقصى حد هي 3 ايام الاخوان. وعندك حاجه اخرى اللي هي مهمه هي لاسيرونس هو مهم، يعني خاصك تقطع لاسيرونس ديالك، يعني سواء يعني مزيانه، يعني الا كنتي غادي للبلدان اللي هما بعاد الى اخره، يعني لاسيرونس ديالك مزيان، يعني كتكون دير الوقايه خير من العلاج، ما كتعرف الوقت شنو كتجيب. وثاني حاجه مثلا الا مشيتي مثلا بغيتي مثلا مشيتي تما المطار تمايا كيقول لك عطينا خويا لاسيرونس، ممكن على حسب داك الموظف اللي كاين تما، يعني الا شك فيك او شافك يعني كيشوف انت كيفاش كتبان ليه، يعني ممكن يسولك على لاسيرونس، ممكن ما يسولكش، تلاقيتي مع شي واحد او موظفه او موظف ممكن كاع ما يسولك كاع، فهمتوني؟ يعني على حسب العقليه ديال داك الموظف، ممكن يسولك ممكن ما يسولكش، ولكن باش ما يرجعكش للمطار دير هاد القضيه دي باش تفادى الرجوع الى اخره. فهمتوني؟ يعني قطع لاسيرونس ديالك باش تفادى باش يرجعوك وتسخساخ والعذاب ويمشي لك راسك. اللهم كندير الشروط هذا باش تبقى تشهاني. المهم دوز الشرط الاخر اللي هو فلوس. المهم حنا غندويو حنا على الفلوس الاخوان، على الاقل هاد البلاد اللي غنقول لك تمشي ليهم على الاقل خصك 500 درهم، هي اقل حاجه خاصك تصرفها في النهار. شوف انت شحال غتبقى في هذاك البلاد، المهم على الاقل خصك تكون عندك 500 درهم في النهار، يعني 50 اورو كتصرفها. فهمتونا الاخوان؟ واهم حاجه هي دير على حجه، يعني دوك الفلوس اللي عندك خاصك لابد تقطعهم من لاجونس، باش الا سولوك في المطار يقول لك من اين لك هذا، واش عندك شي اثبات على الفلوس هذه، كتقول لهم فوالا ها هو يعني الوثيقه ديال لاجونس باش خديت يعني باش حولت الاموال ديالي للعمله الصعبه. فهمتونا الاخوان؟ يعني سواء الاورو او الدولار، يعني هذه القضيه هذه خاصك تنتبه ليها. ما يجيش شي واحد يقول لك كيفاش، واش فين هي لاجونس، واش فين شي اسئله يعني كيطرحوا والله العظيم باليدي، يعني غتسول غتدخل جوجل غتشوف اجونس يعني اللي كيديروا يعني لي بونك اللي كيديروا يعني الشونج وكيديروا هذا كاينين مختصين كيديروا يعني الشونج ديال العمله الى اخره، يعني تمشي عندهم دير لهم رزقك وتحولوا بالاورو او الدولار، كيعطيو عليه واحد جوستيفيي يعني بانك راه قانوني داك الشيء وناضي. فهمتي؟ يعني حتى خاصك تزيد عطيناك شي نقيطه حتى تكمل من عقلك. فهمتي؟ يعني ماشي كلشي مثلا غنعطيوه لك حنا دقه واحده، حتى خاصك تروشيرشي وتقلب وتسول وكذا، وهذا مرحبا على عين والراس سول وكذا الى اخره، ولكن يعني اسئله اللي قاصحين فهمتوني اللي غامضين، ماشي بحال شي سؤال بديهي يعني ما يعني شنو نقول لك يعني شو ما كاع تجاوب عليه يعني ساهل. فهمتوا واش بغا نوصل لكم؟ بحال قلت كتضيع وقتي هكاك فابور. فهمتي؟ المهم اخوتي غندوزو دابا للدول اللي بلا فيزا للمغاربه سنه 2025 وغنتعرفوا على مده الاقامه فيهم. اول دوله الاخوان اللي هي تايلاند الاخوان. تايلاند ما نعاودش لكم السياحه واعره بزاف الاخوان،
ننصح الدراري والدريات يمشيو يطلعوا يشوفوا يخرجوا يدوروا شويه يتسركلوا يعرفوا يعني ثقافات اخرين الى اخره. هذه بادره مزيانه الاخوان. يعني تايلاند هي عندها واحد البحور زوينه واحد الجبال واحد الطبيعه ما نعاودش لكم الاخوان. والاقامه ديالها هي 60 يوم الاخوان بلا فيزا. يعني بامكانك تمشي تدور مع راسك وتسركل مع راسك تمشي احسن لوطيلات الى اخره ترفاه فهمتيني ودوز وقتك كما بغيتي بالطول وبالعرض. ثاني بلاد الاخوان اللي هي اذربيجان. اذربيجان هي واعره الاخوان زوينه في المناظر ما نعاودش لكم. يعني حتى هي بلاد واعره زوينه ومده الاقامه الاخوان هي 90 يوم الاخوان. البلد الثالث الاخوان اللي هو راس اخضر لمده الاقامه ديالو 90 يوم. بلاد واعره زوينه بامكانك اخويا تمشي ليها يعني بالباسبور دور تسافر تشم مع راسك. وصراحه الله بلد يعني واعره الاخوان. البلد الرابع الاخوان اللي هو كازاخستان الاخوان. كازاخستان الاخوان لمده الاقامه اللي هي 30 يوم حتى هي يمكنك تمشي ليها بالجواز السفر. وعندك البلد الخامس ربما ما دوا عليه حتى واحد يعني قليل اللي دوا عليه يعني البلد غابر اللي كان في الاول يعني التاشيره الالكترونيه الا باش تدخل ليه دابا تحيدات هذيك التاشيره الالكترونيه. الدراري بامكانكم دابا تمشيو ليها وكنصحكم بهذه مزيانه الاخوان لمده ديالها يعني الاقامه ديالها 90 يوم. بامكانك تمشي تشوف وتستكشف وتمشي الادغال الافريقيه كاين ما يتشاف كاين ما يدار الاخوان. هادشي اللي كاين. هادو هما 5 البلدان يعني اللي بدون فيزا للمغاربه. ربما واش كنتي كتعرف هاد البلدان هادي ولا ما كنتيش؟ يعني جاوبني في التعليقات قول لي واش كنتي كتعرفهم ولا لا. المهم نشوف الكومنتيرات ديالكم الاخوان. وهذا الشيء اللي كاين نتمنى ان شاء الله استفدتوا معنا في هذا الفيديو هذا. كنشكركم بزاف على حسن المتابعه. واي سؤال او اي استفسار دوزوا عندنا الانستغرام. مرحبا بكم كاملين اللي بغى يسول مرحبا به. هذه القناه هذه ما دارش لك انت ولا هذا دات للجميع يعني اي واحد مرحبا به. الا كنتي اول مره كتشوفني دير ابوني للقناه دير ابوني للانستغرام فيسبوك تيك توك. هذا الشيء اللي كاين ونتمنى ان شاء الله نكونوا عند حسن الظن ونتلاقاو في شي فيديو احسن من هذا. تشاو.